السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في حاجات بتعدي في حياتنا او مشاكل بتعدي ومواقف بتعدي، بنشوف الدنيا بشكل تاني، بتخلينا نحس ان الحياه مش مظبوطه، مش ماشيه طبيعيه. مواقف فيها جد، مواقف فيها صدمات، فيها ظلم، مواقف فيها جرح. في وسط ده كله بتبقى حلوة، تاخد صدمة كبيرة، بتحاول تشوف الدنيا بطريقة تانية بس ما بتبقاش عارف. بعد ما تبتدي المشاكل والصدمة تهدى بيبقى قدامك حل من يا إما إن أنت تفضل عايش جوه المشكلة وجوه الصدمة اللي أنت عايش فيها، يا إما تحاول تخرج من الصدمة والمشكلة دي. بس طبيعي إن الصدمة والمشكلة تكون سابت فيك أثر، وإلا ما تكونش بتحس أو ما تكونش اتعلمت، أو مش هنسميها صدمة. هي لو مش حاجة قوية مش هتهزك، مش هتخليك تحس إن الدنيا مختلفة أو الموضوع مختلف. أنت دلوقتي دخلت في فكرة أنت لازم تبقى قدها، وأنت بتحاول بقى تطلع منها وتداوي جروحك. ساعات بتمشي غلط، ساعات بتبتدي التصرفات والمعتقدات اللي عندك اللي أنت بتحاول تعملها تبقى غلط، فتخليك تشوف الدنيا بمنظار غلط وتمشي في طريق غلط. طيب انت وانت بتبتدي تخرج نفسك او تداوي نفسك جرح، لو انت مشيت غلط او لو ما حسبتهاش صح، ممكن تلاقي نفسك بتكلبش نفسك، تكلبش نفسك جوه الصدمه. لا ده انت ممكن كمان تدفن نفسك جواها من غير ما تقرا الفاتحه، من غير ما تقرا الفاتحه على نفسك يعني. تبتدي تحس ان انت في مكان غلط. طيب مرحلة التداوي أو إن أنت تخرج من الصدمة أو المشكلة اللي حصلت لك مش دواء هتشرب، دي حاجة أنت هتبتدي تحارب وتواجه فيها عشان تطلع منها. أول حاجة ممكن تعملها وتلاقيها أو أول خطأ ممكن يكون موجود، وأنا بقول هنا الأخطاء عشان ما تستسلمش وما تعملش الأخطاء دي. ولو لقيت نفسك داخل على الأخطاء دي حاول على قدر الإمكان إن أنت تخرج نفسك منها، فرض نفسك منها بطريقه كويسه. طيب اول خطا انت بتعمله، انت بتشوف ان انا خدت القرار ان انا هخرج من ازمه او الصدمه او المشكله اللي حصلت، خلاص انا كده خرجت. انا كل يوم همشي في طريق مستقيم تنازلي نازل كده. ده طريق الاوجاع او المشاكل او الالم اللي انت حاسه بيه او الغدر او الظلم ايا كان الاحساس السلبي اللي انت حاسس بيه، بتبتدي تحس ان هو هينزل بيك كده. يعني كل يوم هينزل على اليوم اللي قبله، وده غلط طبعا. ان انت هتبتدي تواجه، فانت هتبتدي تحاول تخرج، فهتلاقي يوم انت كويس ويوم تفتكر حاجه او حاجه تقابلك تفكرك بالمشكله اللي انت فيها او توريك جزء صغير من المشكله، فتحس ان انت لسه ما خرجتش. فتبتدي بقى بيبقى قدامك حل تاني ان انت تقول ايه، اول الموضوع كده لا الظاهر ان انا خدت القرار غلط، او الظاهر ان انا مش هعرف اخرج منها، او لا طب بص انا ممكن احسن ان انا اقعد دلوقتي ما اتعاملش مع الناس، ما اقابلش حد، ما اتكلمش مع حد. فتبتدي تاخد قرار بالعزله، العزلة على أساس إن أنت لما بتبعد عن الناس وتنسحب أنت كده بتحل. أنت في الحياة ما بتحلش، أنت كده بتزرع جواك أكتر مشكلة وبتزرع نفسك كمان جوه المشكلة وتبتدي تتعب. طيب تبتدي بقى، طيب أنا دلوقتي زرعت نفسي جوه المشكلة، تبتدي تدور على إنك تخرج من المشكلة وتخرج منها بطريقة تانية. فتعمل إيه بقى؟ تبتدي تعمل حاجة ان انت تبتدي تحط نفسك في فكره ان انت جريح، ان انت شخصيه ضحيه، ضحيه للصدمه للظلم للغدر اللي حصل، وتعيش جوه الصدمه دي، تعيش جوه الغدر ده، لان انت مش قادر تخرج بره الفكره دي، مش قادر تواجه، مش قادر تحارب. طبيعي ان انت لسه خارج من الصدمه، انت مش قادر عشان انت ضعيف، لا انت مش قادر عشان انت تحاولش، انت مستعجل وانت بتشوف الموضوع ان الموضوع خلاص طالما انا خدت قرار ان انا هخرج فانا لازم اخرج. فتبتدي تعيش جوه الشخصيه الجريحه اللي مقلوبه على امرها، ده مش صح طبعا. طيب تبتدي بعدين مع الوقت
لا انا لازم اتعلم من اللي حصل. انا لا لازم اتعامل مع الناس ولازم اخرج بره الموضوع، فتبتدي تاخد قرار ان انت تخرج بره الموضوع. بس تخرج بره ازاي؟ ان انت تعيش ان انت شخصيه متكامله، شخصيه كامله ما بتغلطش، شخصيه كامله ما ينفعش تغلط، ما ينفعش انها حاجه تاثر عليها تلغي مشاعرك خالص. تبتدي تفكر انا قوي، تلغي أي فكرة للعاطفة، مش عارف تخليها بره دماغك خالص. تبتدي تشوف إن الموضوع هيمشي من غير الحكاية دي، من غير الموضوع ده. طيب فتبتدي بعد كده تخش في نقطة تانية تبقى برضه صعبة، حتة إن أنت أنا هاخد قرار، طب أنا عايز حد يساعدني، طب أنا عايز أتعلم إزاي أخرج بره الأزمة دي أو حد يشيل عليا. ابتدي بقى اسمع فيديوهات، اتفرج على فيديوهات، اقرا، خد دروس في ان انت ازاي تخرج بره الموضوع ده. روح لدكتور نفسي، كل ده حلو جدا وهيعلمك وهيفيدك وهيعرفك المشكله من بره عامله ازاي. بس في نفس الوقت وانت بتعمل كده كل ده من بره، مفيش حاجه من جوه. الباب اللي لازم يتفتح لازم تواجه بيه باب ده جواك، فانت لازم يبقى مين جواك. انت قريت، سمعت فيديوهات، رحت دكتور نفسي، شفت دروس، حضرت دروس، يعني كل ده حلو قوي من بره. انت دخلت جوه تبتدي تفكر بالطريقه دي، تبتدي تشوف ان دي الطريقه الصح. طب حلو جدا، طبقها ازاي من جوايا على الموقف اللي بيحصل؟ هطبقها ازاي؟ طيب من ضمن وانت بتفكر ان انت هتطبقها، انت شايف ان انت طالما سمعت الكلام ده وطالما حطيت كده وطالما تخيلت ان انت خرجت بره المشكله، بس خلاص بقى الموضوع يخلص، فتستعجل. تيجي وانت تستعجل صدم ان انت لسه ما خرجتش بره الموضوع وان هو لسه في اثار، تبتدي تزهق، تفقد الامل. فاول حاجه لازم تعملها ان انت ما تشوفش موضوع الخروج منه سهل جدا، انت هتنزل كل يوم هيقل الوجع. تاني حاجه ان انت ما تبتديش تخش جوه عزله ان انت مش قد ده. تالت حاجه ان انت ما تعيش الشخصيه الكريهه. في نفس الوقت كمان ما تخرجش خلاص، انا خرجت فتعيش الشخصيه المتكامله اللي ما بتغلطش بقى خلاص وتلغي العواطف خالص. في نفس الوقت كمان ما ينفعش انت تحط نفسك في الحته بتاعت ان انا لا خلاص انا بقى هسمع دروس وهتفرج فانا خلاص خرجت من بره المشكله جواك. كل ده خدت، بس كل ده خدته ولسه براك، لسه بتطبقه. ما تستعجلش في النقطة إن أنت تعدي الأمور، تعدي المشاكل اللي حصلت، تبتدي تحس إن أنت لازم خلاص لازم أقفل. بس أنا عايز أقول لك إن أنا بكتشف إن أنت تبتديها ورحلة تداوي صدمة وإصابة، بس أنت قدها طالما أنت عديت بيها ربنا بتفكر إن أنت تقدر تعدي بيها وإن أنت أقوى منها. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كسبت وعليها ما اكتسبت. فانت اللي قادر تاخد قرار تحافظ عليه، تحاول تثبت نفسك في ان انت تواجه، وانت اللي ممكن يعني تستسلم تسيب نفسك المشكله. اشوفك على خير، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.